السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا جماعة، يعني بنرجع مرة تانية أو مرة ثالثة في الدرس الثالث من حياة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، واتكلمنا في الدرسين اللي فاتوا عن تعريف بأبي بكر الصديق، ثم بعد ذلك عن أخلاقه قبل الإسلام وبعد الإسلام، والتآلف الجميل والتوافق العجيب اللي كان بينه وبين شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وإزاي قصة إسلام سيدنا أبو بكر، وإنه لما أسلم ما اكتفاش بأنه أسلم وبس يا جماعة، حمل أمانة الدين وأسلم على إيده 30 واحد من الصحابة، كان منهم 6 من العشر الذين بشروا بالجنة فيما بعد، وكان سباق في كل ميادين الخير والطاعة رضي الله عنه وارضاه. وختمنا الكلام بصور جميلة من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وبذله وعطائه لهذا الدين العظيم، يعني فرضي الله عنه وارضاه. والحقيقة احنا هنكمل حلقات سيدنا أبو بكر، هتبلغ حوالي 6 حلقات بنتكلم فيها يا جماعة عن صورة مجملة من المواقف الجميلة اللي وقفها سيدنا أبو بكر، لكن لن نحصر كل ما فعله أبو بكر، وإلا إن شاء الله هنحتاج فيما بعد إن احنا نعمل 3 سلاسل عن أبي بكر الصديق. سلسلة يا جماعة عن حروب الردة دي لوحدها، وسلسلة تانية عن فتوحات العراق، وسلسلة ثالثة عن فتوحات الشام، ونشوف بقى قد ايه الانتصارات العظيمة التي كان أبو بكر سببا فيها رضي الله عنه وارضاه. والحقيقة والله ولا أكون مبالغا في هذا، والله قلت لكم الكلام ده في أول حلقة، أنني لم أجد كلاما يوفي الصديق حقه، وبصدق والله العظيم مرة تانية إني فعلا يا جماعة ما وقفت على مدى عظمة هذا الرجل، وما شعرت أني أعرف قيمة سيدنا أبو بكر إلا حينما بدأت أحضر هذه الدروس وشفت المواقف العظيمة والبذل والعطاء اللي بذله. يعني شيء والله يفوق الخيال، تحس فعلا قد إيه إنه لازم يتحب، لازم يتحب، تلميذ النبي النجيب صلى الله عليه وآله وسلم. فلو حبينا نتكلم عن الإخلاص لازم نجيب سيرة أبو بكر، هتتكلم عن الحب لازم أبو بكر، عن الوفاء، عن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، عن البذل، عن العطاء، عن التضحية، عن عدم رؤية النفس، كل الأخلاقيات الجميلة، كل الحاجات الجميلة اللي موجودة في ديننا لابد أن تمر فيها على سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. تعالوا نكمل مع سيرة أبو بكر، بس بعد ما نصلي على أستاذي صلى الله عليه وآله وسلم. نتكلم عن بعض المناقب التي كانت في حق سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. حديث في البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم: إن أمن، وأمن دي أفعل تفضيل، إن أمن الناس علي في صحبتي ومالي أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. الله. حديث تاني جميل جدا رواه أحمد بسند صحيح، النبي بيوضح لك قد إيه الرحمة اللي كانت بتنساب من قلب أبي بكر. وأجمل حاجة يا جماعة للإنسان يكون رحيم لكل من حوله. لما تتكلم عن الرحمة، شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه: ورحمتي وسعت كل شيء. ومن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي الرحمة، هات بالك. وربنا وصف الصحابة قال: رحماء بينهم. فإذا الرحمة دي شيء جميل، والنبي عليه الصلاة والسلام وضح قال: ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. طب إنما يرحم الله من عباده الرحماء، اجمع الحديث ده مع الحديث اللي احنا هنقوله دلوقتي، اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. الله. يبقى معنى كده يا جماعة إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وبعدين ده أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، يبقى أكتر واحد سينال رحمة الله بعد الأنبياء والمرسلين يوم القيامة مين؟ أبو بكر. صح كده؟ اظبط دي مع دي هتلاقيها كده بفضل الله سبحانه وتعالى. حاجة جميلة كمان، كانت في رؤية جميلة رآها أحد الصحابة، والحديث رواه أبو داود بسند صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام جلس بين أصحابه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ فقال واحد من الصحابة: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ماذا رأيت؟ قال: رأيت كأن ميزانا نزل من السماء. خد بالك من المشهد ده، كأن ميزانا نزل من السماء، فوزنت أنت بأبي بكر فرجحت بأبي بكر يا رسول الله،
ثم وزن أبو بكر بعمر فرجح أبو بكر بعمر، ثم وزن عمر بعثمان فرجح عمر بعثمان، ثم رفع الميزان. قال أبو بكر وروى الحديث بيقول فرأينا الكراهة في وجه النبي اتضايق. ليه اتضايق؟ قال أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن رفع الميزان بعد موت عمر هو بداية ظهور الفتن في أمة الإسلام، في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى شوف قدر سيدنا أبو بكر، يبقى هو أفضل هذه الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا ده كمان مشهد تاني ومنقبة عظيمة جدا في حق أبي بكر، والحديث في الصحيحين لما هاجر، واحنا لسه طبعا لسه جايين سيرة الهجرة طبعا، لما هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الغار، فلما اقترب المشركون قال أبو بكر يا رسول الله والله لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا. فقال النبي يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. يا سلام، شفت قد ايه بقى، شوف منقبة عظيمة لأبي بكر. لا ده في منقبة تانية بس بعد ما تصلي على حبيبك برضه صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام والحديث رواه البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام طلع فوق جبل أحد يا جماعة، وكان مع مين؟ أبو بكر وعمر وعثمان الثلاثة. فالجبل خد بالك بقى من الأحاسيس الجميلة دي، وطبعا كل الحاجات ديت كل المخلوقات لها أحاسيس. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا ذلك حينما أخبر أن عرش الرحمن اهتز فرحا لموت سعد بن معاذ، وربنا سبحانه وتعالى قال للسماوات والأرض قال ائتيها طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. خدت بالك؟ فكل هذه الأشياء ربنا جعل فيها حس وإدراك. فالنبي لما طلع فوق الجبل هو وأبو بكر وعمر وعثمان، الجبل فرحان. الجبل مين اللي فوقيه؟ ده النبي سيد ولد آدم. ومين اللي معاه ده؟ أبو بكر وعمر وعثمان. يا كأنه يعني سعادة الدنيا في هذا الجبل. فاهتز الجبل فرحا بقدوم النبي وأصحابه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له اثبت أحد فإنما عليك نبي، خد بالك، وصديق وشهيدان. ودي كانت بشرى باستشهاد سيدنا عمر بن الخطاب واستشهاد سيدنا عثمان بن عفان. والصديق مين؟ أبو بكر تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي كل ده احنا بنتكلم عن مناقب بس سيدنا ايه يعني، او بعض مناقب سيدنا ابو بكر، والا مناقب سيدنا ابو بكر كانت اعظم من ذلك بكثير بفضل الله. يقول صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي من اصحابي ابي بكر وعمر، والحديث عند الترمذي بسند صحيح. لا وجاءت البشرى بقى صراحه. ايه رايك؟ تخيل نفسك تشوف النبي، اكيد كل نفسه يشوف النبي. طب نفسك بقى تشوف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقول لك انت من اهل الجنه، انت من اهل الجنه، تحس يعني حس بالمعنى ده. النبي عليه السلام قعد وسط الصحابة فقال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي، وأمايل العشرة كلهم. فكان أول واحد مين يا جماعة؟ أبو بكر في الجنة. لا وجات البشرى برضو من خلال موقف تاني جميل جدا جدا بيحكيه سيدنا أبو موسى الأشعري، والحديث أيضا في الصحيحين. بيقول في يوم من الأيام قلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم هذا. شوف بقى حرص الصحابة على ان هم ما يفرقوش النبي صلى الله عليه وسلم أبدا في حله وترحاله. فسيدنا أبو موسى قال النهاردة بقى لازم أكون مع النبي من أول يوم لآخره. فراح يبحث عن النبي في المسجد فقالوا لقد خرج، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الآن من المسجد فتوجه هنا مشي بالطريق ده. فمشي وراه سيدنا أبو موسى فعرف ان النبي دخل بئر اسمها بئر أريس. بئر ايه؟ بئر أريس. فالنبي دخل وبعدين سيدنا أبو موسى دخل، فحس النبي عليه الصلاة والسلام ايه في المكان جوه بيقضي حاجته، فانتظر حتى قضى النبي حاجته ثم توضأ، ثم دخل عليه أبو موسى قال فوجدته قد جلس على بئر أريس وقد شمر عن ساقيه ووضع رجليه في ايه؟ في ماء البئر. فدخلت فسلمت عليه ثم انصرفت ايه وقلت لأكونن بواب رسول الله هذا اليوم. خد بالك شوف الأدب بقى النبي عايز يخلو بنفسه شوية، فسيدنا أبو موسى مش عايز يزعجه، فيعمل إيه؟ قال فسلمت ثم انصرفت على طول، ما قلقتش النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إيه؟ لأكونن بواب رسول الله. ليه؟ حس إن النبي عايز يخلو بنفسه شوية. طب يعمل إيه؟ طب أنا عايز أوفر له الراحة والهدوء. شوف حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. فوقف على الباب عشان يمنع أي حد يخش إلا بإذن النبي. شويتين أبو موسى الأشعري بيقول إيه؟ فطرق الباب رجل فقلت من؟ فقال أبو بكر. فقال على رسلك يا أبا بكر، استنى شوية لما أروح أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فذهب فقال يا رسول الله هذا أبو بكر على الباب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ائذن له وبشره بالجنة. يا سلام، ما نفسكش ان انت تخبط والنبي يبشرك بالجنة صلى الله عليه وسلم. فقال ائذن له وبشره بالجنة. بعدها جه مين؟ سيدنا عمر قال ائذن له وبشره بالجنة. بعدها جه مين؟ سيدنا عثمان قال ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه، هيصاب كده بحاجة ايه؟ ابتلاء شديد كده عند موته رضي الله عنهم جميعا وارضاهم. لا ده كمان ده النبي عليه السلام قال على أبي بكر وعمر على أبي بكر وعمر قال هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. يا سلام، شفت قد ايه المناقب العظيمة. طب عايزين نعرف بقى، احنا اتكلمنا في الدرس اللي فات عن محبة أبي بكر للنبي. طب النهارده بقى عايزين نتكلم عن محبة النبي لأبي بكر. غلاوته قد ايه عند النبي؟
يعني تخيل بقى لما يكون واحد انت عارف ان ده غالي عند النبي، شوف بقى غلاوته قد ايه عند النبي. قصه جميله جدا يعني رواها مسلم ان سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، النبي كان امره على سريه اسمها سريه ذات السلاسل، فراح فما شاء الله ربنا اكرمه وانتصر وغنم غنائم جامده جدا ما شاء الله، وجاء بها الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لك بس اكيد انا بعد الانتصار الجميل ده لما اقول للنبي مين احب الناس اليك هيقول لي انت، واخد بالك، ويعني ايه اسهب المنظر ده. فذهب عمرو بن العاص فقال يا رسول الله من احب الناس اليك؟ قال عائشه. لا قال له لا يعني عايز الرجاله، يعني بكلم عن الرجاله. فقال من احب اليك من الرجال؟ قال ابو بكر. فعمرو يعني زي ما تقول كانه حدث، قال خلاص مش مشكله ابو بكر في الاول ابقى انا الثاني. قال ثم من يا رسول الله؟ قال عمر. فقال لك مش مشكله برضه انا راضي بالثالث. ثم من يا رسول الله؟ قال عثمان. قال ثم من يا رسول الله؟ قال علي. قال ما كملتش بقى كأن انا الخامس خلاص بقى يعني فاهم ازاي؟ لان هنقعد نكمل ان شاء الله حتى 50. فالمهم في النهايه انه عرف ان هو ايه غالي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من الموضوع ان هو قال له ايه من احب الناس اليك؟ قال ايه عائشه. ثم من او فمن الرجال؟ قال ايه قال ابوها اللي هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. في يوم من الايام كمان كانت موقف جميل جدا يوضح لك قد ايه غلاوه سيدنا ابو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام ابو بكر اقبل على النبي، كان النبي قاعد وسط الصحابه، فسيدنا ابو بكر اقبل وهو يعني عنده شيء من الفزع، مفزوع، في حاجه مضايقاه، وقد شمر عن ساقيه. فلما نظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم قال اما صاحبكم فقد غامر، في حاجه كده ايه يعني فزعته او حاجه مضايقاه. فاقبل ابو بكر فقال يا رسول الله قد كان بيني وبين عمر شيء فاسرعت اليه، يعني قلت له كلمه كده ضايقته، ثم طلبت منه ان يغفر لي فاب، مش عايز يسامحني خالص، فجئت اليك يا رسول الله. فتبسم النبي وقال يغفر الله لك يا ابا بكر 3 مرات. شويتين سيدنا عمر ندم، ازاي انا سيدنا ابو بكر يعتذر لي وانا ما اقبلش اعتذاره؟ لا انا اروح له البيت. فراح له البيت فقال اثم ابو بكر؟ ابو بكر هنا؟ فقالوا لا. فعرف انه فين؟ عند النبي، وهي في البيت عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما لهمش مكان ثالث. فراح راح متوجه الى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقى النبي قاعد ومع مين؟ ابو بكر والصحابه. فلما اقبل تمعر وجه النبي غضب واتضايق من سيدنا عمر. فسيدنا ابو بكر شوف بقى، شوف ما هي دي ارحم امتي بامتي ابو بكر، شوف قد ايه في رحمته، خايف لحسن النبي يغضب على سيدنا عمر فيهلك سيدنا عمر. فراح قايم في ساعتها وراح جسى على ركبتيه، نزع على ركبتيه وقال له يا رسول الله والله كنت اظلم، انا اللي ضايقته، انا اللي قلت له كلمه وحشه، فماذا كنت اظلم لا يا رسول الله، كنت اظلم يا رسول الله. فنظر النبي الى عمر وقال لقد بعثني الله اليكم فقلتم كذبت، وقال ابو بكر صدقت وواساني بنفسه ومالي، فهل انتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل انتم تاركوا لي صاحبي؟ قال الراوي فما أوذي الصديق بعد هذه الكلمات أبدا. حدش بعد كده كان يقدر يزعل سيدنا أبو بكر ولا يقول له كلمة تزعله. ليه؟ لأن النبي قال لهم سيبوا لي بقى صاحبي، ده صاحبي، اوعى حد يزعله بعد كده، لأن زعله هيكون زعل لمين؟ للنبي، ولو النبي غضب على حد ربنا هيغضب عليه. هي دي المسألة، خدت بالك؟ ولذلك كان موقف حصل برضه بين سيدنا أبو بكر وبين ربيعة بن كعب بن مالك. طبعا فاكرين ربيعة بن كعب بن مالك كان بيعمل ايه يا جماعة؟ اللي كان بيجهز مية الوضوء للنبي عليه السلام، والنبي قال له سلني شيئا يا ربيعة، قال له أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله؟ قال أو غير ذلك؟ قال هو ذاك يا رسول الله. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. هو ربيعة بن كعب بن مالك حصل بينه وبرضه وبين أبي بكر مرة مشدة كده، فأسرع إليه أبو بكر وقال له كلمة شديدة. فالمهم طلب من ربيعة إن هو يرد له الكلمة، قال له زي ما قلت لك الكلمة دي رد لي أنت كمان كده، فأبى، ما اقدرش، مقام سيدنا ابو بكر مقام عالي جدا، وهم عارفين ان ده افضل واحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فابى. فسيدنا ابو بكر قال له لا تردن هذه الكلمه عليه، قال له لا مش هردها لك. فذهب ابو بكر يشتكيه الى النبي صلى الله عليه وسلم. فالقوم بتوع ربيعه بن كعب بن مالك قالوا له انت في ايه اللي حصل؟ راح يشتكيك ليه اذا كان هو اللي قال لك الكلمه ديت مش عارف ايه؟ فنظر اليهم ربيعه قال لا يراكم تنصروني عليه فيغضب لغضبه رسول الله فيغضب الله لغضب رسول الله فأهلك ربيعة بن كعب، انتوا يعني بتجاملوني، ده انتوا هتضيعوني كده. فذهب ربيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أبا بكر عنده، فقال يا رسول الله لقد أسرع علي أبو بكر بكلمة فأراد أن أرد عليه الكلمة فما أردت. قال أجل كله يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. فقال غفر الله لك يا أبا بكر. خدت بالك قد ايه مقام سيدنا أبو بكر كان غالي عند النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة يا جماعة أن كان من ضمن المواقف الجميلة جدا ان ابو بكر اللي هو ابو قحافه ما اسلمش الا امتى يا جماعه؟ احنا قلنا في الحلقات اللي فاتت في عام الفتح سيدنا ابو بكر كان واخد ابوه شايله على ايديه وراح به للنبي عشان يبايع النبي ويسلم، خدت بالك، في عام الفتح. فلما نظر اليه النبي والحديث عند احمد بسند صحيح قال له لو اقررت الشيخ في بيتي لاتيناه مكرمه لابي بكر،
يعني انت ما كنتش تجيبه ولا تتعب نفسك ولا تتعبه، كنت تخليه في البيت، وانا كنت جيت له لحد عنده اكراما لك يا ابا بكر. وده كان مكانه سيدنا ابو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف موقف جميل جدا من مواقف سيدنا ابو بكر لما اشتد ايذاء المشركين بالصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. وكان من ضمن طبعا الاذى اللي سلط ايضا كان على سيدنا ابو بكر نفسه رضي الله عنه وارضاه. فحب انه يهاجر هجره الى الحبشه، الى بلاد الحبشه، لما دله النبي صلى الله عليه وسلم على بلاد الحبشه. تقول أمنا عائشة: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. جميل قوي إن أنت تطلع تلاقي نفسك في وسط أسرة ملتزمة، أب بيصلي، أم بتصلي، محجبة، ناس يعرفوا ربنا، تلاقي نفسك تلقائيا بفضل الله حياتك كلها لله بفضل الله سبحانه وتعالى. فأمنا عائشة بتقول كده: لم أعقل أبوي، أبويا وأمي، إلا وهما يدينان الدين، وما كان يمر علينا يوم إلا ويأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشيا. يا بختهم. يعني النبي كان بيزورهم في اليوم كم مرة يا جماعة؟ مرتين كل يوم. يا سلام، أكيد أي واحد منا أو من المشاهدين بيتمنى أن يشوف النبي ولو مرة في المنام، مرة واحدة في المنام حتى، صلى الله عليه وسلم. قالت: فلما ابتلي المسلمون واشتد البلاء خرج أبو بكر مهاجرا إلى أرض الحبشة. فلما بلغ برك الغماد، برك الغماد ده مكان قريب من اليمن، فلما بلغ هناك إلى هذا المكان لقيه رجل اسمه ابن الدغنة، ده سيد القارة، مكان هناك كان هو الزعيم بتاعهم. فقال: إلى أين أنت ذاهب يا أبا بكر؟ قال: لقد أخرجني قومي ويعني أريد أن أسيح في الأرض لأعبد ربي جل وعلا. قلنا الكلمة دي في الدرس اللي فات لما أردنا أن احنا نتكلم عن التقارب بين والتوافق اللي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن الدغنة: شوف بقى قد إيه بقى الناس لما تكون عارفة مقادير الرجال. قال له: يا أبا بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج، أنت لذلك أنت ما ينفعش أصلا حد يتعرض ولا يضايقه ولا يخرجه من البلد. إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، لذلك لا يمكن يطرد. فقال له: تعالى وأنا أدخل معك إلى قريش وتكون في جواري، أنت بقى تبقى في أماني أنا، لأن ده راجل سيد بقى. فذهب بأبي بكر إلى قريش وقال لهم: إن أبا بكر في جواري فلا يغفرن أحدكم جواري، ما حدش فيكم يأذيه ولا يتعرض. قالوا بشرط، قالوا له: لنا شرط واحد. إيه هو؟ قالوا له إن هو يقعد في بيته ويعبد ربنا زي ما هو عايزه، زي ما هو عايز، بس بشرط إن هو لا يستعلن بإيمانه أمام الناس ولا يقرأ القرآن أمام الناس، لأننا نخشى أن يفتن نساءنا وصبياننا. هم خايفين ليه؟ سيدنا أبو بكر يا جماعة كان لما يقرأ القرآن كان دايما إيه؟ كان أسيف، كان بكاء، وكان صوته مؤثر جدا، وهو عشان حاسس ما ربنا قال كده: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أمال لما القرآن بقى يتلوه أرحم أمة النبي بالنبي بعد النبي هو أبو بكر، يبقى شكل القرآن طالع إزاي يا جماعة؟ خدت بالك المسألة عامله إزاي؟ فمجرد ما سيدنا أبو بكر بيقرأ فبيبكي، بكاؤه ده بيأثر في النساء والصبيان، فهم خايفين لحسن يتفتنوا إيه ويسلموا. قالوا له شرطنا الوحيد يقعد في بيته ولا يستعلم. قال له خلاص. فأخذ العهد على أبي بكر، فأبو بكر وافق رضي الله عنه وارضاه في البداية. ثم بعد ذلك رأى أبو بكر أن يبتني مسجدا في بيته، عمل حتة مسجد كده صغير في الحوش، وبدأ يقف يصلي ويبكي من خشية الله، ويجتمع النساء والصبيان ويسمعوا ويتعجبون الأمر هذا الشيخ، لماذا هذا البكاء؟ لدرجة أن كتير منهم فعلا تأثروا بصوت أبي بكر. فقريش لما لقت كده راحت لمين؟ لابن الدغنة، قالوا له: لا، احنا اتفقنا انه ما لا يستعلن ولا يقرأ، فإن كنت تستطيع ان انت تخليه يرجع تاني يبطل يقرأ امام النساء والصبيان فبها ونعمة عين، وإلا فرد عليه او فاجعله يرد عليك جوارك. ليه؟ لان احنا كده هنضطر ان احنا نغفر هذا الجوار. فراح ابن الدغنة قال له: قد علمت الذي اتفقنا عليه يا أبا بكر، فإن كنت تريد أن تستخفي بإيمانك كما كنت تفعل قبل ذلك فافعل وأنت في جواري، وإلا فرد علي جواري، فإني أخشى أن تتحدث العرب أن قريشا أخفرتني في جواري. قال له: خلاص، أرد عليك جوارك. مين اللي بيتكلم؟ أبو بكر. أرد عليك جوارك وأرضى بجوار ربي جل وعلا، إنما أنا ما أقدرش أبدا ما أقرأش القرآن زي ما أنا عايز، وأعيش مع القرآن وأبكي مع القرآن وحسس الناس بكلام الرحمن سبحانه وتعالى. الدرس اللي ناخده بالحتة دي يا جماعة، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، أخبرنا إيه مع القرآن؟ شوف أبو بكر ما يقدرش يستغنى أبدا، مع إنه هيقرأ القرآن. طب ما هو لو حتى قعد في بيته من غير ما حد يسمعه، ما هو بيقرأ القرآن يا جماعة، لكن هو عايز يحسس الدنيا دي كلها زي ما قلنا قبل كده في الدرس اللي فات: انقل أحاسيسك للكون، خلي الناس تحس بقدر هذا الدين، بقدر السنة، بقدر القرآن، بقدر اتباعك لسيد الأنام صلى الله عليه وسلم. هتلاقي الدنيا دي كلها بفضل الله سبحانه وتعالى حست بالقيمة العالية اللي انت عايشها واللذة الجميلة اللي انت فيها بفضل الله سبحانه وتعالى. ممكن تكون سبب، يعني ايه اقول لك ايه، سبب التزام. مش هقول لك الانس وبس، الانس والجن، ما في ناس ما في من الجن من اسلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع القرآن. الجن أسلموا
بمجرد سماع القرآن من فم من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. أخبرنا إيه مع القرآن يا جماعة؟ أنت لو عايز إيه من القرآن؟ القرآن ده منهج حياة، منهج حياة يا جماعة، يعني تسعد البشرية كلها في ظل هذا الكتاب العظيم. حقيقي منهج حياة تضمن به السعادة في الدنيا والآخرة. عايز إيه؟ عايز مثلا إن ربنا يثبت إيمانك بالقرآن، بالقرآن بفضل الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير: أبشروا. شوف بقى، صدر الحديث بلفظ إيه؟ أبشروا، فإن هذا القرآن طرفه، خد بالك من لفظ طرفه، بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا. ولن لما تيجي مع الفعل المضارع تفيد لا يمكن، تفيد الاستحالة. فاهم ازاي؟ فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. يا سلام، عايز ايه؟ حسنات، عايز تجمع حسنات، كنز حسنات من وراء القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم والحديث عند الترمذي بسند صحيح: من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنة، والحسنة ب10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني أنت قاعد دلوقتي بتقول ألف لام ميم 30 حسنة وأنت قاعد، وممكن تيجي يوم القيامة محتاج حسنة عشان تخش بيها الجنة. تخيل. عايز إيه تاني؟ عايز ربنا ينجيك من عذاب القبر بالقرآن. بالقرآن. الحديث رواه الحاكم بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: سورة تبارك الذي بيده الملك هي المانعة من عذاب القبر. ولذلك أنا بوصي إخواني اللي قاعدين قدامي والمشاهدين، بوصيهم ما حدش فيكم ينام يا جماعة أي ليلة إلا هو بيقرأ سورة تبارك. لو مت في هذه الليلة بفضل الله تنجو من عذاب القبر بوعد الصادق، ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى عايز تنجو من عذاب القبر، عليك بقراءة القرآن بسورة تبارك. طب عايز إيه تاني؟ عايز الشفاعة يوم القيامة. من يوم القيامة هاجي ألاقي أهوال يوم القيامة، يحشر الناس حفاة عراة غرلا غير مختونين 50,000 سنة واقفين. أنت محتاج بقى الشفاعة عشان تنجو وتخش الجنة بسرعة. يبقى بيه بالقرآن برضه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: القرآن شافع مشفع. ما هو ممكن يبقى شافع بس ما يبقاش مشفع. يعني ممكن، يعني خدت بالك، أنا ممكن أجي يوم القيامة أطلب الشفاعة أن أنا أشفع لحد فلا تقبل شفاعتي، لكن القرآن شفاعته إيه؟ مضمونة. القرآن شافع مشفع وماحل مدافع محامي مصدق. من جعله أمامه بيقرأ القرآن، بيتدبر ما فيه، بيعمل بالقرآن، بيستشفي بالقرآن، بيتحاكم للقرآن. من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه لا صد نفسه عن القرآن، لا يقرأ ولا يتدبر ولا يعمل ولا يستشفي ولا يتحاكم إلى القرآن. القرآن بالنسبة له يعني ناسيه خالص، هجر القرآن. خدت بالك؟ ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. خدت بالك؟ عايز إيه تاني؟ عايز أخش الجنة. عايز تخش الجنة برضه بالقرآن بفضل الله سبحانه وتعالى. أولا لأنك لن تدخل الجنة إلا برحمة الله، كما أخبر رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. وده مين؟ سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الطبراني في الكبير بسند الحسن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سورة من القرآن اللي هي تبارك برضه، ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي تبارك الذي بيده الملك. لا دخلت الجنة كمان، وبعدين عايز بقى أرتقي في درجات الجنة. خدت بالك بإيه؟ برضه والله بالقرآن. حديث رواه الترمذي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. يا سلام. عشان كده يا جماعة عايزين يبقى على الأقل يبقى لك ورد يومي، على الأقل جزء يا أخي. سبحان الله، أنت عارف أنت من خلال 3 ساعات فقط تقدر تقرأ 8 أجزاء ونص، كل دوت ب1,000,000 حسنة. فربنا يرزقنا وإياكم إن شاء الله التعايش مع القرآن. نكمل قصة سيدنا أبو بكر ونشوف موقفه الجميل في رحلة الإسراء بس بعد الفاصل. فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سلام الله نبعثه نعطره رياحينا لجيل طاب منبته. للتواصل مع قناة المجد العلمية ولآرائكم واقتراحاتكم يسرنا التواصل معكم عبر إيميل القناة وفاكس رقم سلام الله سلام الله سلام الله نبعثه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة تانية يا جماعة بنرجع لقصة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. حقيقة تمر الأيام وما زال الإيذاء بيشتد على أصحاب النبي عليه السلام،
ومش على أصحاب النبي وبس، لا ده وعلى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، لحد ما جاءت رحلة التكريم الجميلة اللي كانت رحلة تكريم لشخص النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما هي تكريم لهذه الدعوة، لكن كانت يعني فعلا تكريم لشخص النبي صلى الله عليه وسلم. رحلة الإسراء والمعراج. أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلا، يعني في جزء يسير جدا من الليل، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى، كل دوت في جزء يسير جدا من الليل. فالنبي لما تكلم مع كفار قريش في الصباح في هذا الأمر طبعا لم يصدقوه، قالوا لأبي بكر، وقالوا فرصتنا بقى، قعدوا بقى يلعبوا على الوتر تاني، قالوا بقى فرصتنا ان احنا نخلي أبو بكر يتزعزع ويبعد عن النبي عليه السلام، فايه ما يبقاش في نصرة بقى يعني. فراحوا لأبي بكر قالوا له إن صاحبك يزعم أنه أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ونحن نقطع إليه أكباد الإبل في شهر كامل. ده معقول هيعقل هذا الكلام؟ شوف بقى يبدأ سيدنا أبو بكر، وشوف يقين سيدنا أبو بكر، وشوف حبه للنبي، وشوف التصديق الجميل، يعني شيء فوق الخيال. بقول لك والله العظيم يعني لا تعرف مدى عظمة هذا الرجل إلا من خلال المواقف الجميلة التي وقفها مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن كان النبي قد قال ذلك فقد صدق، لو هو قال يبقى صادق. بصرف النظر الموضوع ده يدخل العقل يعني أو يعقله الإنسان ولا ما يفرقش معايا، طالما إن النبي قال خلاص. قال إني لأصدقه في خبر السماء أفلا أصدقه في بيت المقدس. هات بالك الرواية الثانية الجميلة إن النبي عليه السلام قال لجبريل عليه السلام إن الناس لا يصدقوني، فقال جبريل يصدقك أبو بكر وهو الصديق. ولذلك كان سيدنا علي بن أبي طالب كان يقسم بالله أن اسم الصديق نزل من عند الله من فوق 7 سماوات، وأن الذي سماه بذلك هو مالك الملك ومالك الملوك. يا سلام، يبقى اسم الصديق الذي سماه به من؟ الله سبحانه وتعالى. وده درس جميل جدا يا جماعة، يعني نطلع من الواقعة الجميلة دي بشعار عايزين نرفعه، عايزين الأمة كلها ترفع الشعار ده اللي هو إيه؟ إن كان قال فقد صدق. لما أجي أقول لواحدة مش لابسة حجاب النهاردة فأقول لها ده النبي قال إن أنت لو ما لبستيش حجاب ممكن تحرمي من دخول الجنة. من بقى كده صنفان من أهل النار لم أرهما وذكر منهما نساء كاسيات عاريات. لو هي إنسان عندها يقين، عندها حب للنبي، عندها يقين في كلام النبي، تقول إيه؟ إن كان قال فقد صدق، خلاص ألبس حجابي. طب واحد واكل على واحد فلوس، والنبي أخبر في حديث المفلس إن المفلس يأتي يوم القيامة بحج وصلاة وزكاة وصيام، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. إن كان قال فقد صدق، خلاص نسد الفلوس ونرد المظالم. لو واحد بيعق أمه وأبوه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عبدا، لا فريضة ولا نافلة. كان من أول هؤلاء العاق الوالدين، إن كان النبي قد قال فقد صدق. أروح أبوس إيد أمي وأبوس رأسها وأبوس رجليها عشان ترضى عني، لأن أنا بطيع أمي وبطيع أبويا طاعة لربي سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ لو الأمة رفعت هذا الشعار والله لكنا فعلا نرجع مرة تانية خير أمة أخرجت للناس كما أخبر بذلك الحق جل وعلا. تمر الأيام يا جماعة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايعه بعض الصحابة من الأنصار من المدينة المنورة، بايعوه 6 وبعدين رجعوا في العام التالي اللي هي بيعة العقبة الأولى بايعوه 12، ثم بعد ذلك عادوا في العام الذي يليه بيعة العقبة الثانية، كان جاله 72 رجل وامرأتان. خدت بالك؟ أصبحت المدينة يا جماعة مهيئة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن خلاص أصبحت أرض مكة في الوقت ده أصبحت صلدة لا تقبل بذرة التوحيد، والنبي عايز يشوف أرض تانية يزرع فيها بذرة التوحيد عشان يقيم للإسلام دولة في أرض الله سبحانه وتعالى. فبدأت يعني مراسم الهجرة إلى المدينة المنورة. أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة أولا، ثم بعد ذلك تأخر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض الصحابة كان على رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. فسيدنا أبو بكر حب يهاجر، فقال له أهاجر يا رسول الله؟ قال اصبر، وفي رواية لا تعجل لعل الله أن يجعل لك صاحبا. النبي عليه الصلاة والسلام يخبئه لنفسه صلى الله عليه وسلم. في رواية جميلة جدا يعني كان من أجمل الروايات اللي توقفت عليها، رواية عند الحاكم بإسناد الحسن عن علي بن أبي طالب أن النبي قال لجبريل من يهاجر معي؟ قال أبو بكر الصديق. ودي كانت من أعجب وأجمل الروايات اللي وقفت عليها، إن سيدنا جبريل هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن أبو بكر هو الذي سيهاجر معه. أبو بكر بدأ ياخد يعني موقف إيجابي ما شاء الله، وبدأ يجهز الراحلتين عشان راحلة لي وراحلة للنبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا رفض النبي أن يأخذ الراحلة إلا بالثمن، ده أعظم حدث هيحدث في تاريخ الإسلام. ولذلك لما سيدنا عمر حب يؤرخ للتاريخ بتاعنا، أرخ ما لم يؤرخ من ولادة النبي من ميلاد النبي، ولم يؤرخ من بعثة النبي، إنما أرخ من إيه؟ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. دي كانت انتقالة من مجتمع لمجتمع ومن شيء لشيء، يعني دي بداية إقامة الدولة الإسلامية.
فدي كانت أعظم حاجة، وده اللي كان عايزه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقيم للإسلام دولة في أرض الله سبحانه وتعالى. الحديث بقى قصة الهجرة الجميلة نقولها بسرعة كده بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة والحديث رواه البخاري قالت: بينما نحن جلوس في بيتنا يعني، إذ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم في نحر الظهيرة في وقت لم يكن يأتي فيه إلينا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يجي أبدا في الوقت ده. فقال قائل لأبي بكر: لقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في وقت لم يكن يأتيكم فيه. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي. شوف قد ايه الحب يا جماعة، شوف اللفظ طالع ازاي، فداء له أبي وأمي، ما جاء إلا لأمر. أكيد في حاجة مهمة جدا هي اللي خلت النبي يجي في الوقت ده، لأن ده مش عادته، خدت بالك؟ فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن، شوف أدب النبي عليه السلام، فاستأذن فأذن له فدخل. فقال لأبي بكر: يا أبا بكر أخرج من عندك يا أبا بكر. يعني معناها إيه؟ في كلام سر مهم جدا عايز أقوله لك، ما ينفعش أقوله قدام حد. فقال له أبو بكر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنما هم أهلك، دول أهلك يا رسول الله، ما حدش غريب موجود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر إن الله قد أذن لي في الهجرة. يا الله، تسمع بقى وقع الكلمة على سيدنا أبو بكر وتعرف مدى عظمة هذا الرجل وحبه للنبي عليه السلام. فبكى أبو بكر في ساعتها على طول يا جماعة وقال: الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله. طب بالله عليك لما تتأمل في هذه الكلمة الصحبة يا رسول الله، أنت فرحان ليه يا أبو بكر؟ ده أنت هتخرج بره وكل المشركين عايزين يقتلوك أنت والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني السيوف اللي المسلطة مستنياك بره أنت والنبي، مش مهم أتقتل أتقطع يحصل لي اللي يحصل لي، المهم إن أنا أفوز بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ويا ريت إحنا كمان يا جماعة نرفع شعار الصحبة يا رسول الله. إن كنا اتحرمنا من النبي في الدنيا فنفسنا إن إحنا أصحابه يوم القيامة، لكن برضو قبل ما نفكر في صحبة النبي يوم القيامة سواء على الحوض أو في الجنة نسأل نفسنا عملنا إيه عشان نفوز بالصحبة يا رسول الله. ما لازم تقدم يا جماعة، كل حاجة وليها ثمن. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. المهم اجتمع كفار قريش وبدأوا يدبروا المؤامرة ويقولوا نعمل إيه في محمد صلى الله عليه وسلم، نقتله ولا نسجنه ولا نعمل إيه بالظبط ولا نحجمه عن الدعوة. قعدوا يفكروا، فبدأ كل واحد منهم من شياطين الإنس يقول فكرة معينة وهم بقى إيه يقولوا رأيهم في هذه الفكرة. كانت أصوب فكرة هم وافقوا عليها كانت فكرة الهالك أبو جهل، هو ده اللي قال الفكرة اللي عجبتهم. قال لهم إيه؟ قال لهم نجمع من كل بطن من بطون قريش، يعني من كل إيه قبيلة، خدت بالك، شابا جلدا نسيبا وسيطا قويا فتيا، فاهم ازاي؟ ونعطيه سيفا إيه مسموما، سيف مسموم عشان الضربة إيه تخلص على طول. ثم يهجمون جميعا على محمد صلى الله عليه وسلم فيقتلوه، يضربوه ضربة رجل واحد كلهم. تخيل مثلا لو 10 شباب أو 20 شاب ويخشوا يضربوا واحد ضربة واحدة مرة واحدة، فيتقسم أو يتوزع دمه بين القبائل. لو جم قالوا مين اللي قتل محمد صلى الله عليه وسلم هيقولوا شاب مثلا من هوازن وشاب مش عارف منين وشاب الله، طب بني هاشم هتحارب مين ولا مين؟ فإذا علموا أنهم لا يستطيعون أن يحاربوا كل تلك القبائل رضوا بالفدية فدفعناها لهم. فقالوا بس هو الرأي يا أبا جهل، هو ده اللي إيه واخد بالك، هو ده أحسن رأي إيه وافقوا عليه. في اللحظة دي تشوف عناية المولى عز وجل بحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. في اللحظة دي ربنا يرسل جبريل من فوق 7 سماوات للنبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بالمؤامرة وبتفاصيل المؤامرة، ويقول له جبريل عليه السلام: يا رسول الله لا تبت في فراشك الليلة، واخرج في يوم في وقت كذا، وحدد له ميعاد الخروج والهجرة إلى المدينة المنورة. بدأ سيدك النبي عليه السلام بدأ يروح لأبي بكر ويحدد معاه الميعاد اللي هيخرجوا فيه للهجرة ويجهزوا العدة والعتاد عشان يخرجوا ويهاجروا إلى المدينة المنورة. في الوقت ده أبو بكر زي ما قلت لك خارج وهو في غاية السعادة. ما أقدرش أوصف لك سعادة أبو بكر لدرجة من سعادته زي ما قلنا كده إيه، تخيل من شدة الفرح إيه دموعه نزلت على خده من شدة فرحه بخروجه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته والمشركين مش شايفين النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قوله جل وعلا: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت قريش تعد بقى إيه الجيوش زي ما بيقولوا كده العيون والجواسيس عشان يشوفوا النبي خرج راح فين. بدأت تبعث بقى رجالها والاستخبارات بتاعتها في كل مكان بحثا عن النبي وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. النبي عليه السلام المفروض كان لو خارج من مكة المدينة كان يمشي كده، لا النبي يعني استخدم حيلة جميلة كده، رجع في الطريق العكسي، خدت بالك؟ وبعد 3 أيام بعد ما هدأت الرجل خلاص وبدأ يحس انه ايه خلاص النبي عليه الصلاه والسلام اكيد وصل المدينه، فبدأ يرجع في الطريق اللي المعتاد من مكة إلى المدينة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر وأرضاه. سيدنا أبو بكر يا جماعه لما خرج مهاجرا مع النبي عليه السلام، هل ما كانش عارف تبعت الهجرة دي؟ عارف طبعا، عارف ان بيته ممكن يعني يجي المشركين يضربوا ولاده. ده كان سايب مين يا جماعه؟ كان سايب يعني أسماء وعائشة، ويعني السيدة عائشة كانت لسه صغيرة جدا، كان سنها يعني لم يتعدى مثلا 7 سنين، واخد بالك؟
وأسماء كانت أكبر منها، وكان سايب ابنه عبد الله، وكان عبد الرحمن لسه ما أسلمش. عبد الرحمن كان لسه هيسلم بعد ذلك بكثير، لأن عبد الرحمن كان مقابل أبوه في غزوة بدر، يعني إحنا لسه ما وصلناش إيه لغزوة بدر. سبحان الملك. فسايب ذرية ضعيفة وعارف إن هم ممكن يتعرضوا لهجوم من المشركين، وده اللي حصل بالفعل. لكن كل ده مش مهم عنده. المهم عنده أكون في صحبة النبي. المهم عنده ان انا انصر دين الله سبحانه وتعالى. قد ايه يا جماعه الصحابه بذلوا الكثير والكثير، لو قعدنا نتكلم من هنا ليوم القيامه لن نوفيهم حقهم رضي الله عنهم وارضاهم. والدرس الغالي كمان ان ابو بكر يتحمل كل دوت علشان الدين يوصل لنا، وعشان القران يوصل لك، والسنه توصل لك، وعشان انت تطلع تلاقي نفسك مسلم. فاهم ازاي؟ وما طلب منك الا ان تحافظ على هذا الدين، لا تموتن ايه ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بالفعل اللي كان متوقعه ابو بكر حصل بالفعل. أبو جهل راح رايح لبيت أبو بكر، فخبط. مين اللي فتحت؟ أسماء رضي الله عنها وارضاها. فقال أين أبوك؟ قالت لا أدري. فضربها على وجهها فسقط قرطها، الحلق اللي كان في وشها، ونزفت الدماء الشريفة من على وجهها رضي الله عنها وارضاها. ومشي أبو جهل وسابها وخلاص. خدت بالك؟ سبحان الملك. لكن كل ده كانت هي بتحتسب وأبوها بيحتسب، العيلة كلها يا جماعة كانت عايشة لله. خدت بالك؟ هي دي المسألة. وبعدين بعد ما مشي سيدنا أبو بكر مع النبي عليه السلام، طبعا كان واخد يا جماعة زي ما قلت لك، أبو بكر كان معاه 40,000 درهم. أنفق على الدعوة 35,000 درهم وهو في مكة، وال5000 صرفهم في الهجرة مع النبي عليه السلام، خرج ب5000. ولما بقى خليفة بقى معهوش أي حاجة، ولما مات كان عليه 6000 درهم. خدت بالك؟ ما كانش يهمه أي حاجة في الدنيا غير إن هو يخدم دين الله سبحانه وتعالى. طبعا خرج معاه الفلوس كلها وأولاده معهمش أي حاجة. راح أبوه اللي هو أبو قحافة راح معدي على أحفاده اللي هم أولاد أبي بكر عشان يطمئن عليهم. فقال والله ما أراه، يعني سيدنا أبو بكر، إلا وقد فجعكم بماله مع نفسه. يعني هو سابكم ومشي، وكمان أنا متأكد إن هو كمان ما ساب لكمش حاجة خالص. فأسماء، وهو كان راجل كان عمي يعني ما كانش بيشوف، فأسماء رضي الله عنها وارضاها حبت إن هي تطمن جدها اللي هو أبو بكر. فتعمل إيه؟ فراحت جايبة شوية حصى صغير كده وحطهم في كيس، وحطتهم في المكان اللي أبو بكر بيشيل فيه الفلوس على طول، قوة كده فتحة كده في الحيطة. فقالت أبدا يا جدي، لقد ترك لنا كل هذا. فحط إيده على الكيس فقال إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن. خلاص الحمد لله. هي عملت كده بس عشان تطمن جدها إن أبو بكر رضي الله عنه وارضاه لم يتركهم بغير مال. المهم تعال نشوف بقى أجمل مشهد وأحسن مشهد والله العظيم أنا مش عارف أقول لك إيه. أنا لو حبيت أوصفه أسكت، ما أقدرش أتكلم يعني، لأنه مشهد فعلا لازم يتشاف ويتحس أكتر من إنه يتسمع. مشهد أبو بكر وهو مع النبي في طريق الهجرة من الغار إلى المدينة المنورة، يا الله، أو من مكة إلى الغار، ثم بعد ذلك من الغار إلى المدينة المنورة. مشهدين في غاية الجمال والإبداع، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أبو بكر ماشي يا جماعة ومعاه النبي عليه السلام، وبيعمل حاجات عجيبة. النبي عليه السلام مش مستوعب إيه اللي بيحصل ده. أبو بكر يمشي قدامه مرة، وإن كان الحديث ضعفه بعض أهل العلم، يمشي قدام النبي مرة، وورا النبي مرة، وعن يمينه مرة، وعن شماله مرة، عمال شوية قدام شوية ورا شوية هنا. فالنبي قال ماذا تصنع يا أبا بكر؟ إيه اللي خلاك تعمل كده؟ قال يا رسول الله أذكر طلب قريش ليك، عايزين يقتلوك، فأمشي خلفك وعن يمينك وعن شمالك، وأذكر الرصد العيون والجواسيس اللي مستنيينك، فأمشي أمامك يا رسول الله. والله يا رسول الله لا آمن عليك أبدا، أنا مش قادر، عايز أطمن عليك، فأنا قلقان عليك. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله سؤال جميل وهو عارف إجابته صلى الله عليه وسلم، ما هو عارف غلاوته قد إيه عند سيدنا أبو بكر، وعارف غلاوة أبو بكر عنده قد إيه. فقال يا أبا بكر لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني، لو في حد هيتصاب أو يتقتل تحب أنت تفديني، يعني أنت تتقتل مكاني أو تنضرب وتصاب مكاني؟ فقال أجل والذي بعثك بالحق، يعني والله فلئن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد، ده أنا إنسان واحد، ولئن قتلت أنت يا رسول الله هلكت الأمة كلها. يا سلام، تعرف تحب النبي كده صلى الله عليه وسلم. المحبة يا جماعة مش كلام، المحبة من ثمراتها الاتباع، ان انت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ان انت تكون ماشي ورا نهج النبي، ورا سيرة النبي، ورا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، تقلده في كل حاجة عشان تلقاه على الحوض صلى الله عليه وآله وسلم. يوصلوا للغار يا جماعة، والغار يمكن يعني بعضكم راح هناك وشافوا الغار منظره صعب جدا، ويشاء المولى عز وجل سيدنا أبو بكر عايز يطمئن على النبي، فقال له يا رسول الله لا تدخل حتى أكسح الغار، فإن كان فيه شيء أو أذى يكون بي دونك يا رسول الله، أنا اللي أتأذي مكانك. ويدخل سيدنا أبو بكر ويمسح الغار ويطمئن، ما فيش حاجة الحمد لله، لا عقارب ولا ثعابين ولا كده، خلاص. فلقى 3 شقوق في الحائط، 3 إيه حتت مفتوحة كده، فراح شق توبه وشقه نصين، وراح حاطط جزء في الحتة ديت وجزء تاني فين
في الحتة التانية، فاضل حتة تالتة، يعمل إيه؟ مفيش، هيقعد عريان، ما يقدرش يقطع تاني من الطوب. فراح قاعد على الأرض ونايم كده، وراح حط رجليه فين؟ سد بيه الشق الثالث، ثم قال الآن ادخل يا رسول الله. عايزك تتخيل معايا المشهد ده، لو أعظم مخرج على وجه الأرض ما يستطيع أنه يجيب المشهد الجميل ده. فراح نايم على الأرض، حط رجله في الشق ده. إيه اللي في الشق ده؟ الله أعلم، اللي فيه مش مشكلة، المهم ان النبي يرتاح بقى، النبي تعب. فراح نام على الارض، حط رجله في الشق، قال له ادخل الان يا رسول الله. دخل النبي من شده التعب والاعياء، نام، فحط خده، خد بالك من المشهد، حط خده على رجل ابي بكر، على فخذه. يا بخت ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. وهو قاعد ابو بكر بالمنظر ده وسايب النبي نايم، وهو مش قادر ينام عشان قلقان على النبي، خايف حد يجي يغتال النبي، خايف حد يأذي النبي، خايف حاجه تطلع من الجحر ده تأذي النبي. فقاعد وسايب النبي نايم. شوف المشهد الحلو بقى. ويشاء المولى عز وجل الشيء يجي من الجحر فيلدغ أبا بكر في رجله، اتلدغ والسم بدأ يجري في رجله. طب يعمل إيه؟ أستنى لحد ما أموت ولا أصح النبي؟ لو أنت مكان أبو بكر تعمل إيه؟ أستنى لحد ما أموت ولا أصح النبي؟ لا، أستنى لحد ما أموت. بس من شدة الألم السم عمال يجري وبيهرف جسم سيدنا أبو بكر، فيعمل إيه؟ غصب عنه ما قصدش، راح الدمعة نازلة من على خد أبو بكر، نزلت على خد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا نزول الدمعة دي على خد النبي عليه السلام، الدمعة دايما يا جماعة خصوصا لما تطلع بحب بيبقى ليها يعني بتبقى سخنة، بتبقى ليها كده إحساس ورونق. نزلت دمعة سيدنا أبو بكر على خد النبي. أول ما نزلت النبي صحي، فقال ما بك يا أبا بكر؟ قال لدغت يا رسول الله. أنا مش مهم عندي، ما تشغلش نفسك بيا، أنا يهمني أنت بس. قال لدغت يا رسول الله. قال وما الذي جعلك لا تخبرني؟ قال خشيت أن أوقظك يا رسول الله. أنا مش مهم، أنا أموت مش مشكلة، إنما أنت ما تصحاش يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم قام النبي صلى الله عليه وسلم وتفل على جرحه فبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى. قد ايه المشهد ده يا جماعة من أكتر المشاهد والله اللي أثرت في حياة الواحد. معقولة في حد في الدنيا ممكن يحب النبي بالمنظر ده؟ أتقتل، أموت، أتلدغ، يحصل لي اللي يحصل لي، بس النبي ما يقلقش، ما يقلقش. أمال النهاردة اللي بيأذي النبي في سنته؟ أمال النهاردة اللي بينكر سنة النبي؟ أمال النهاردة اللي بيسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإحنا كأن الأمر لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد. فين الحب للنبي؟ فين محبتك للنبي؟ فين تشبهك بالنبي؟ فين مشيك ورا خطى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين يا جماعة كل ده؟ شيء جميل جدا جدا. تخيل أبو بكر ما عملش كده وبس، يعني ما بذلش نفسه وبس، لا، ده أسرته كلها كانت تحت خدمة هذا الدين وفي خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابنه عبد الله طول النهار هو الإعلامي الصادق، قاعد وسط كفار مكة يجمع الأخبار ويروح بالليل يوصلها للنبي ولأبي بكر رضي الله عنه وارضاه. والغلام بتاعه اللي شغال عنده، الراعي بتاعه ابن فهيرة، عامر بن فهيرة، طول النهار عمال يرعى الغنم في مكة، وبالليل يروح ويعني يحلب الغنم عشان النبي يشرب، ويذبح من يشاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبحها عشان النبي يأكل وسيدنا أبو بكر يأكل. شوف المنظر، المشهد الجميل. فلما يعوزوا يرجعوا الصبحية قرب الفجر، يقوم سيدنا عبد الله ماشي الأول وعامر بن فهيرة يمشي وراه بالغنم عشان يضيع الآثار بتاعته، عشان ما حدش يعرف إن كان في حد جاي للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الغار. سبحان الله. ومش كده وبس يا جماعة، لا، ده أسماء بنته، أسماء بنت أبي بكر، كان عندها يعني سبحان الله في الوقت ده كانت حامل في الشهر السابع، وكانت تعبانة ومثقلة بالحمل، ورغم ذلك كانت تحمل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر، لدرجة أنها في مرة مش قادرة تشيل الطعام، فقالت لأبي بكر يعني يا أبتاه لا أدري كيف أحمل الطعام، وأحمل يعني عايزة تقسم الطعام، فقال شقي نطاقيك، النطاق بتاعك شقي نصين، فشقت نطاقها فسميت بذات النطاقين، حتى جاءت في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا أسماء أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة، فسميت بذات النطاقين. يبقى واحدة حامل في الشهر السابع راح تخدم النبي، تأكل النبي. ابن سيدنا أبو بكر هو اللي عمال يجمع الأخبار عشان يعرف النبي هم بيقولوا إيه ومتفقين على إيه، عشان النبي يعني يحترس من المكائد اللي بيدبرها كفار قريش. أبو بكر مضحي بكل حاجة وطلع بماله وبنفسه وبيفدي النبي عليه السلام بحياته. خدت بالك؟ عامر بن فهيرة، يعني شوف العيلة كلها أبو بكر خلاها كلها في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الملك، تخيل واحد زي سيدنا أبو بكر سايب داره، سايب فلوسه، سايب تجارته، سايب كل حاجة. يا جماعة تعرفين لما إنسان يكون عايش في بلد، لما يكون موظف ويجي له أمر قرار نقل من مكان لمكان، دي بتبقى مأساة بالنسبة له، إزاي يتنقل، ده عذاب. فتخيل لما يكون واحد محبوب جدا بين قوم. أبو بكر زي ما قلنا يا جماعة كان مألوفا بالنسبة للناس، كان محبوبا، كان سهلا يسيرا، كان الناس كلها كانت بتحبه، وكانت تجارته ناجحة وكان بيكسب.
وساب بيته وساب ولاده وساب تجارته، كل ده ورايح بلد ما يعرفش عنها حاجة، كل ده فداء لله وفداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ده ربنا يا جماعة جعل الخروج من الدار أو من الوطن قرين القتل. خدت بالك؟ قال جل وعلا: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فقارن المولى عز وجل بين القتل وبين خروج الإنسان من وطنه. شيء صعب جدا ان انت تسيب بلدك وتسيب حبايبك عشان مجهول انت ما تعرفوش، لكن هو في النهاية عنده يقين اعلى من الجبال واعظم من الجبال، انا هكون مع النبي ويكفايه ان انا ابقى مع النبي. في اللحظة دي يا جماعة كفار قريش عملوا حاجتين: سدوا كل المخارج اللي بتاعت مكة وحطوا عليها قوات مسلحة زي ما بيقولوا، ناس معاهم سيوف ومعاهم أسلحة عشان النبي ما يقدرش يخرج من أي مكان. والناحية الثانية راحوا عملوا جايزة 100 ناقة للذي يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حيا أو ميتا، أي حاجة المهم تجيبه وخلاص. في الوقت ده يا جماعة سبحان الملك فضل بقى المشركين طبعا مع الجوائز اللي أعلنت دي فضلوا يجروا لحد ما وصلوا إلى الغار. بالفعل وصلوا للغار، تخيل وقفوا قدام الغار. شوف المعجزة. طبعا بعض الروايات بتقول ان كان في عنكبوت وكان في حمام، الكلام ده كله غير صحيح، الكلام ده كله، وان كان الحافظ ابن كثير حسن هذه الروايه في البدايه والنهايه لان الروايه اصلا ضعيفه. لان الاعجاز فين يا جماعه؟ الاعجاز مش ان الغار يبقى متغطي بعنكبوت ولا حمام، لا، الاعجاز ان الغار يبقى فاضي ومفتوح وتحت رجليهم وهم واقفين والنبي قاعد هو ابو بكر ومحدش شايفه. هو ده الاعجاز، صح ولا لا؟ مش المعجزه ان يبقى عنكبوت مداري، لا لا لا، المعجزه ان يبقوا موجودين ومحدش شايفه. هي دي المعجزة، وده اللي حصل بالفعل. وصلوا إلى هناك فقال أبو بكر: يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. أبو بكر خايف عليه يا جماعة؟ خايف على نفسه؟ لا والله، خايف على النبي. هو مش خايف على نفسه، هو يتقتل يحصل له أي حاجة مش فارقة معاه. بيقول لك: لئن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد، ولئن قتلت أنت يا رسول الله هلكت الأمة كلها. بعد 3 أيام تقريبا المشركين يأسوا خلاص، قالوا أكيد هو خلاص كده وصل للمدينة، لأن 3 أيام فعلا هي المسيرة بين مكة والمدينة. قالوا خلاص كده هو أكيد وصل، فيأسوا فتركوا بقى إيه المسألة. سبحان الملك بدأ في اللحظة دي النبي عليه السلام يؤمر سيدنا أبو بكر إن هم يتحركوا بقى خلاص بقى منين؟ من مكة أو من الغار إلى مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم. حصل موقف جميل جدا وده نختم بيه الحلقة ديت. موقف جميل جدا، النبي عليه السلام معدي هو أبو بكر والحديث عند الحاكم بسند صحيح، لقوا راعي غنم معدي كده، فسيدنا النبي عليه السلام بيقول له: هل عندك من شاة تحلبها؟ قال: ليس عندي شاة تحلب، غير أن هناك شاة قد حملت وقد أخدجت، يعني خلاص جف ما بها من لبن ما فيهاش لبن. قال له: هاتها لي. فجيء بها فوضع النبي يده على ضرع الشاة وسمى وبارك فامتلأ الضرع باللبن، فجاء أبو بكر بصحن فحلب النبي فنزل اللبن فشرب أبو بكر وشرب النبي وشرب راعي الغنم. فقال راعي الغنم: من أنت؟ فقال: وتكتم عني، يعني ما تقولش السر بتاعي؟ قال: أجل. قال: أنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رجل: أنت الذي يزعم الناس أنك الصابئ أو أنك أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ قال: أجل. فقال: والله إنك لعلى الحق وإني متبعك إن شاء الله جل وعلا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تستطيع ذلك اليوم، ولكن إذا بلغك أننا ظهرنا فأتنا. يعني هو مش عايز يشق عليه لأن لسه ما زال الإسلام في حالة استضعاف، فخايف إنه يجي فيفتن. خليك لما تسمع إن إحنا ظهرنا ابقى تعالى، رضي الله عنه وأرضاه. في رواية ثانية جميلة جدا ودي اللي أختم بيها، ورواية مؤثرة جدا جدا جدا. سيدنا أبو بكر وهو معدي فبيقول: فوصلنا إلى مكان فحبينا نستريح، مشينا يوم بليلة فتعبنا حبينا نستريح. قال: فبحثت عن ظل للنبي صلى الله عليه وسلم فوجدت صخرة كبيرة وتحتها ظل. قال: فسويت المكان، قعد يسوي التراب بإيديه كده وراح حاطط إيه وفارش المكان للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرشوا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأبو بكر: استرح يا رسول الله، نام الآن. فنام النبي عليه السلام. أبو بكر ما نامش بقى، ساب النبي نايم وراح يدور خايف لحسن يكون في حد مترصد للنبي، وفي نفس الوقت في حاجة تانية شغلاه، النبي جعان فلازم ادور له على اكل. فلقى راعي غنم معدي فراح من دي: تعالى من اين انت؟ قال له: من كذا. قال له: والغنم دي بتاعت مين؟ قال له: بتاعت فلان. فعرف ابو بكر اسم الرجل صاحب الغنم، فقال: ائتني بغنم واحلب لنا. فحلب، فقال له: انفض الضرع من التراب، فنفضه. فقال له: انفض يديك، فنفض ايديه وراح حاطط كده حته قماشه عشان اللبن ينزل يبقى مصفي ما يبقاش فيه اي شوائب عشان لما النبي يشرب صلى الله عليه وسلم. فلما صف اللبن قال: فاتيت النبي فوافقته وقد استيقظ، صحي خلاص. فقال: اشرب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشرب النبي. قال: اشرب يا رسول الله مرة واثنين وثلاثة. قال أبو بكر ودي الكلمة الجميلة، قال: فشرب النبي وشرب حتى رضيت. هو فضل يشرب لحد ما أنا اللي رضيت، كأنه هو اللي شبع، كأن النبي بيشرب وأبو بكر هو اللي شبع رضي الله عنه وارضاه. قال: ثم بعد ذلك قلت: يا رسول الله قد آذن الرحيل أو قد آن وقت الرحيل. قال: قد آن وقت الرحيل. فانصرفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين سبحان الله
يعني المشهد ده فعلا يا جماعة يعني إن دل على شيء فبيدل قد إيه سيدنا أبو بكر كان لا يشغل نفسه بحال من الأحوال، وإنما كان الذي يشغله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة ما زالت الصفحة مفتوحة عشان نلتقي إن شاء الله الحلقة الجاية مع الدرس الرابع من حياة أبي بكر الصديق وتضحياته ويعني وجوده مع النبي عليه السلام والبذل الذي بذله لخدمة دين الله. فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله